عاجل. إصابة خطيرة لنجم النادي الأهلي الجديد واستبعاده لنهاية الموسم، وصدمة كبيرة تصدم الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، موضوع جديد، خبر جديد مهم جدا 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 يا صديقي العزيز. بداية نصلي على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد حبيبنا ورسولنا وشفيعنا يوم العرض على رب العرش العظيم. صديقي العزيز، فضلا وليس أمرا ألا تنسى أن تدعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة. صديقي، عطر فمك بذكر الرسول، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد حبيبنا ورسولنا وشفيعنا يوم العرض على رب العرش العظيم. صديقي العزيز، رجاء قبل البداية لا تنسى أن تدعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة، وأن تقول لنا مرحبا بالعودة من جديد. صديقي، الخبر الموجه لنا ألا وهو التالي: استبعاد نجم النادي الأهلي بداعي الإرهاق، نظرا لعدم تكاتف اللاعبين أو لعدم تفاهم اللاعب مع أصدقائه من اللاعبين، فتم استبعاد اللاعب أشرف بن شرقي بأمر من السويسري مارسيل كولر. مارسيل كولر يرى أن أشرف بن شرقي لا يمكن أن يلعب بعد قدومه من السفر مثلما فعل مع جليتيسار. جليتيسار كان الأهلي يحتاج إلى مهاجما في وقتها، لا يمكن أن ينتظروا قليلا حتى يعود، لكن الآن الأهلي لا يحتاج إلى أشرف بن شرقي في هذه المباراة، ولكن سيحتاج في المباريات القادمة التي ستكون أكثر صعوبة وجدية من المباراة الحالية. وبناء عليه فقرر كولر إراحة اللاعب في هذه الفترة حتى يتعافى ويتشافى بدنيا من التنقلات التي تنقلها، ويعود لخوض المباريات مع الفريق بداية من المباراة بعد القادمة. مش هندول عليكم أكتر من كده، إن شاء الله بن شرقي ما يكونش مصاب، يكون إرهاق بسبب السفر والتنقل فقط. يا ريت تدعمونا باللايك بالاشتراك، ولا تنسوا ذكر الرسول في التعليقات لنرى كم عدد محب الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.